السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايب ام احمد، واسمع عنكم كل خير. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم بألف صحة. اللهم بلغنا وبلغكم رمضان. كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب. اللهم تقبل منكم وتقبل مننا يا رب أعمالنا وصيامنا وصلاتنا وأعمالنا الطيبة إن شاء الله. اللهم احسن ختامنا وختامكم إن شاء الله. بُصّي يا حبايب قلبي، إن شاء الله زي ما أنتم شايفين كده هنعمل مع بعض كورع. ماشي، كان عندي بقى في التلاجة كورع جميل، طلّعته كده غسلته، ملح وليمون ويعني تمسكيه بملح، كُبشة ملح حلوة كده وليمونة وحبّة دقيق، تغسليه غسلة مرّة و2 و3 و4 لحد ما يبقى زي الفل معاكِ وريحته حلوة. طيب الحاجات دي بقى بتبقى حساسة شوية وبتبقى يعني ريحتها إيه، ما اتغسلتش حلو وانطبخت حلو، يعني إيه ما تعرفيش تاكليها. فإحنا عايزين نطبخه طبخة يعني طبخة جميلة كده، لمّا تشميها كده إيه حاجة تفتح النِفس، ولمّا تدوقيها تستطعميها. طيب أنا دلوقتي إيه مش هاسلقه، أنا دلوقتي حطيت مَيّة سخنة على النار زي ما أنتم شايفين، نزّلت فيها نُص بصلة، نزّلت فيها حبّتين 3 ل4 فلفل مش مجروش مش ناعم، حصى. برضك لو عندِك ورق راولة، أنا عندي حبّهان، حطيت حبّتين حبّهان، تغلي إيه لمدة ربع ساعة كده، وبعدين هاصفّيها ونعمل إيه تسبيكة جميلة كده. طيب عندي على العين التانية إيه بقى، على بال ما تاخد غلوة غلوتين 3 كده، عندي حطيت حلة على النار، نزّلت فيها نُص معلقة زبدة أو مكعب زبدة، ممكن تستغنى عن الزبدة وتحط سمنة أو زيت زي ما أنت عايز. نُص معلقة توم مفروم، هنشوحها تشويحة حلوة كده لحد ما تصفر اللون معانا. عندي في الوقت ده إن شاء الله عندي إيه، عندي طماطمتين، 3 طماطمات كده في حدود ربع كيلو مش كتير. زي ما أنتِ شايفة كده اللون بتاع الإيه، التومة اصفر وبقى جميل أهو. هانزّل عليه أهو بس. أيوه، حبّتين التوم دول نطلّعهم، أهو زي ما أنتِ شايفة اللون الجميل ده. ننزل عليهم بقى بإيه، ب3 حبّاية طماطم كده أو بربع كيلو طماطم يكون مضروب في الخلاط أو في الكبة، زي ما أنتِ شايفة كده تاخد لها تسبيكة كده. تعالوا بقى على العين التانية زي ما أنتم شايفين كده أهو، شايفين بتغلي بقى، ناخد الشوائب اللي عليها دي كلّها نشيلها، أهي بُصّوا كل الحاجات دي نشيلها كده من على الوش وبعدين نصفّيها بمصفى. أهو ما تشطفيهاش بقى، نزّل كل أي حاجة فيها عشان تبقى ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. عايزة تستغنى عن الطماطم والثوم وتسلقيها سليق عادي، تحطّي مَيّة سخنة تغلي، تنزّلي فيها جوز بصلات، طماطمية واحدة، الباقول الجرنيعة بتاعِك اللي عندِك، فلفل، كزبرة، حبّة كمون، يعني تسلقيها وبعدين إيه تغلي وبعدين تنزّلي فيها الكوارع. بس الشوربة بتاعتها هتبقى بيضة بس هتكون طعمها حلو طبعًا وكل حاجة، بس دي أجمل وأجمل. عايزة أقول لِك الطريقة دي تحفة. أنا ما ليش في الكوارع بس عايزة أقول لِك بسم الله ما شاء الله كلتها من أول حتة لآخر حتة، والّا الشوربة ما أقولكيش قلبت الدنيا. نزّلتها بقى إيه شوّحتها تشويحة كده بعد ما خدت إيه ربع ساعة كده تسبيكة على النار، التسبيكة بتاعتها يا دوبك نشفت كده، نزّلتها شوّحتها فيها كده زي ما أنتِ شايفة، نزّلت بقية نُص البصلاية التانية أهي عليها. طبعًا إحنا مش الرَّك مش على البصل دلوقتي، لأ الرَّك بقى اللهم صل وسلم وبارك. طبعًا هيدّي بقى الطعم والريحة والجمال كُلّاته في الشوربة وفي طعم التوم. عايزة أقول لِك التوم ده خطير، ريحة وطعم ما أقولكيش بقى. مسكتها شوّحتها كده، نزلت عليها بحبّة سُكّر، ربع معلقة سُكّر، مش ملح اللي أنا حطيته طبعًا، ربع معلقة سُكّر، ربع معلقة كمون، ربع معلقة فلفل أسمر، كزبرة كده، وشوّحتها زي ما أنتِ شايفة كده، تشرب إيه من الدمعة بتاعتها كده. عندي في الوقت ده طبعًا مَيّة، مَيّة عادي سخنة من الحنفية زي ما أنتِ عايزة، أهو. شايفة اللون بقى بتاع الشوربة، عايزة أقول لِك جميلة. جرّبها بطريقة أم أحمد هتعجبِك، أهو. بس يا ستي كده هنسيبها بقى تستوي طبعًا الكوارع دي عشان تاكلي الكوارع لازم تستوي تسوية كاملة متكاملة، ما تحطيش أي ملح ولا أي حاجة دلوقتي، هنسويها سوا كامل تبقى لها 10 دقايق كده وبعد كده نحط لها إيه الملح بتاعها، أهو شايفة؟ بسم الله ما شاء الله عايزة أقول لِك الريحة قالبة الدنيا.
ألف هنا وشفا طبعًا للي شايف واللي هياكل. أهو. أنا طبعًا أنت هتغطّي عليها، أنا بس سايبة يعني كاشفاها دلوقتي عشان الكاميرا، تزوّدي مَيّتها تغلي معاكِ، تغطّي عليها، تغطّي عليها لحد ما تستوي خالص، مش هتزوّديها مَيّة تاني، هتوطّي عليها طول ما أنتِ موطّية عليها تستوي، أهو كده هتوطّي عليها زي ما أنتِ شايفة كده، هتستوي بالمَيّة بتاعتها، هتبقى شوربة جميلة ومركّزة وهتبقى تحفة. طبعًا في الوقت ده أنا إيه، هاجسّها كده، أول ما تقرّب تستوي شوفي خسِّت المَيّة بتاعتها قد إيه، مش هازوّدها بقى مَيّة تاني، أهو. أنا عايزة شوربة مركزة، عايزة أشرب شوية شوربة جُمال، أهو. عندي طيب أضيف لها بقى الملح بتاعها كده، هي خلاص فاضل لها إيه، ربع ساعة بالكتير 10 دقايق، حطيت مكعب ماجي ممكن تستغني عنه وتحطي ملح بس، حطيت مكعب ماجي وحطيت الملح بقى، برضك إيه هاقلبها تقليبة كده صغيرة وأقوم جاية مغطية عليها، وأنا موطية عليها كده أسيبها بقى تتشرب من الملح بتاعها، بسم الله ما شاء الله شوربة تحفة، أهو. شايفين اللون بقى والجمال، أهو. عايزة أقول لكم ما شاء الله حاجة جميلة، 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 بالهنا والشفا. أدوق بقى الملح بتاعها كده مضبوطة، نغطي بقى عليها كده ونسيبها شوية ونغرفها مع بعض، أهو زي ما أنتم شايفين يا حبايبي طريقة سهلة وبسيطة، تعملي بقى بيها الراس يعني لحمة الراس، تعملي بيها الكوارع، تعملي بيها عايزة مثلًا اللهم صل وسلم تعملي بقى بالشوربة دي استنوا بس أوريكم بصوا استوت أهي، شايفين اللحمة سايبة العضم، أهو. أهو بسم الله ما شاء الله شايفين؟ حاجة تحفة، 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 أهو بالهنا والشفا، هنغرفها بقى مع بعض، عايزة بقى تاكلي جنبها أنا هاكل جنبها رز أبيض، عايزة تعملي شوية رز أبيض وتعملي فتة جنبيها بالعيش كده تحفة، تقطّعي كده منها تسلّتيها كده من على العضم الحتت الكبيرة كده وتقطّعيها في الشوربة كده بالهنا والشفا، تبقى طعمها حلو وجميل، عايزة أقول لِك الريحة ما شاء الله، ما شاء الله، بالهنا والشفا يا حبايبي، أهو. شايفين اللحمة سايبة العضم إزاي، معنى كده إن هي استوت خالص، والكوارع ما تتاكلش إلا لمّا تكون مستوية جدًا، 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 مهما غابت عندِك توطّي عليها وتسيبيها تستوي، لو المَيّة مثلًا قلّت منِّك جامد زوّدي لها مَيّة تانية، أهو، بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وشفا يا حبايبي أم أحمد، وده كان الفيديو سهل وبسيط أهو زي ما أنتم شايفين، أنا في ألف هنا وشفا للي شايف واللي هياكل. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.